لو عملت كده، مهما صليت ومهما صمت ومهما تصدقت وعملت، حتى لو عملت جبال من الأعمال الصالحة، كل حسناتك دي هتروح لغيرك في ثانية واحدة، وهتلاقي نفسك صفر حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة في يوم من الأيام وقال لهم: أتدرون من المفلس؟ الصحابة جاوبوا بالفطرة والمنطق البشري: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني اللي ما عندهوش فلوس وأملاك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تخيل تاخد سيئات وذنوب ناس تانية انت ما عملتهاش عشان ظلمتهم في الدنيا بس. لو قصرت في صلاة أو صوم واستغفرت، ربنا بيسامحك ويغفر لك، لأنك انت قصرت في حق من حقوق الله، وربنا بيسامح في حقوقه. أما حقوق العباد ربنا ما بيسامحش فيها إلا لما صاحب الحق نفسه بيسامح. عرض صاحبك اللي انت اختبته، والفلوس اللي أكلتها بدون وجه حق، الشتيمة اللي شتمتها الواحد ونسيتها خالص، كل ده متسجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ادانا الحل قبل فوات الأوان. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم. ردوا الحقوق لأصحابها واطلب العفو في الدنيا قبل ما يجي القصاص في الآخرة. قصاص الدنيا بالفلوس والكلمة الطيبة والمسامحة، لكن قصاص الآخرة بالصلاة، بصلاتك وصيامك وحسناتك. اللهم لا تجعلنا من المفلسين. ابعت الفيديو ده لكل واحد بتحبه عشان تنقذ حسناته، واكتب في التعليقات: أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه.